الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي واحد من المسلسلات اللي كلنا حبيناها وتعلقنا بأحداثها وشخصياتها. فيا ترى الموسم الثالث كان على قد التوقعات وبنفس مستوى الموسمين اللي فاتوا؟ ده موضوع حلقة النهاردة. بإذن الله ربنا يقدرني وعوضك انت واخوك عن كل اللي فاتكم يا بنتي. عندك تاني يا إبراهيم؟ تاني؟ الموسم الثالث من موضوع عائلي مكون من 10 حلقات وموجود دلوقتي بشكل كامل على منصة شاهد، ومن بطولة ماجد الكدواني ونور ورانيا يوسف وطه دسوقي ومحمد رضوان وسماء إبراهيم وغيرهم من النجوم، وفكرة وإخراج أحمد الجندي. قصة المسلسل من غير حرق بتدور عن عودة إبراهيم وعيلته، والمرة دي بنشوف إبراهيم في حوار جديد لما بتظهر شخصية عبلة بنت خاله، واللي بتحاول إنها تبوظ له حياته لسبب معين حصل في الماضي بنكتشفه خلال الأحداث. طيب نروح للمميزات. أول ميزة الكيمياء اللي موجودة بين كاست المسلسل، يعتبر من أكتر الحاجات اللي خلتنا نتعلق بمسلسل موضوع عائلي هي الشخصيات والكيمياء اللي موجودة بين أبطال العمل. الكيمياء دي بقى في الموسم الثالث بتوصل لأعلى درجة، خلتني أحس وأنا بتفرج إن فعلا الناس دي عيلة مش بيمثلوا. كمان من كتر إتقان كل واحد فيهم لدوره هيخليك تحس إن أنت فرد جوه العيلة دي، وبشكل تلقائي هتلاقي نفسك بتتفاعل مع كل موقف بيحصل لهم سواء كان سعيد أو حزين. فبجد برافو لكل النجوم اللي كانوا موجودين، مش بس على أدائهم في الموسم الثالث، لأ ده على مدار الثلاث مواسم. يعني مثلا ماجد الكدواني طبعا ممثل كبير وتقيل، يقدر في اللحظات اللي فيها دراما يخليك متأثر، وفي اللحظات الكوميدية يضحكك بشكل بسيط وسلس. سماء إبراهيم أدائها كان حلو جدا. الفنان محمد رضوان وشخصية رمضان حريقة أكتر كاركتر أنا بحبه في المسلسل، وتقريبا مش أنا بس، انتوا أكيد متفقين معايا في النقطة دي، لأن الراجل ده باختصار أي مشهد ليه على الأقل لو مش هيضحكك هيخليك مبتسم. برضو طه دسوقي ورنا رئيس كان ما بينهم كيمياء حلوة في الموسم الثالث، وده لأن أغلب مشاهدهم كانوا مع بعض. بالنسبة بقى للشخصيات الجديدة عندنا رانيا يوسف، أحيانا كنت بستلطفها وأحيانا لأ. ياسمين العبد بصراحة أنا أول مرة أشوفها، بس من خلال اللي أنا اتفرجت عليه واضح إننا قدام ممثلة شاطرة جدا، لعبت الدور بشكل حلو قوي هي والطفل جان رامز. وبالمناسبة هما الاتنين كانوا من أهم وأبرز الإيجابيات اللي موجودة في الموسم الثالث. في ايه؟ أنا هفضل وراك أطلع لك من كل شقة. ايوه يعني عايزاني اعمل لك ايه يا عبله؟ عايزاك تتجوزني. نعم. تاني ميزة القصة، أحداثنا في الموسم الثالث بتكون معتمدة على خط جديد مع ظهور شخصية عبلة، وكنت أتمنى إننا ما نستمرش على الخط ده أو ما يبقاش الخط الرئيسي للأحداث، لأنه ما كانش أفضل حاجة وكان محتاج شغل أكتر من كده. لكن من ناحية الكوميديا اللي هي تعتبر أهم نقطة في المسلسل، للأسف أول حلقتين الكوميديا كانت ضعيفة ومحبطة بالنسبة لي، لكن مع بداية الحلقة الثالثة لحد الحلقة السابعة الكوميديا بتكون كويسة وبنشوف مواقف كوميدية حلوة، خاصة لما إبراهيم وعيلته بيروحوا يقعدوا في المستشفى. هنا الكوميديا كانت في أحسن حالاتها. تالت ميزة الإخراج، يحسب طبعا للمخرج أحمد الجندي إنه على مدار الثلاث أجزاء قدر يعلقنا بشخصيات المسلسل، قدر يبني هوية وتيمة للمسلسل كلنا حبيناها، سواء عن طريق الشخصيات أو عن طريق التصوير، الديكورات، شكل البيوت، الموسيقى التصويرية، كل حاجة موجودة في المسلسل قدر يعلقك بيها ويخليك منتظر كل حلقة ومنتظر كل سيزون جديد من المسلسل. فدي حاجة كانت كويسة جدا. وبس كده المميزات خلصت، نخش على العيوب. طبعا احنا كلنا عارفين ان في كل سيزون من موضوع عائلي بيبقى فيه خط واحد هو المحرك الرئيسي واللي بيتبني عليه الاحداث، زي كده في السيزون التاني لما شفنا موضوع مرض ابراهيم وكان حلو جدا ونتج عنه دراما على اعلى مستوى. في الموسم الثالث بنشوف خط جديد مع ظهور شخصية عبلة، وبنبدأ نشوف علاقتها بإبراهيم والماضي ما بينهم وليه هي عايزة تبوظ له حياته. ومع ظهور الخط ده قلت يا رب ما يكونش الخط الأساسي للأحداث، لان حسيت ان هو مش هيبقى افضل حاجة. اولا لان شخصية عبلة ما تمش التلميح ليها قبل كده، فانا كمشاهد وانا بتفرج ما كنتش قادر اتقبل الشخصية، وحسيت ان هي مقحمة جدا في الاحداث. هتقولولي طب ما الخط ده ودانا لخط تاني مختلف خالص وشوفنا من خلاله شخصية شيماء وعباس.
هقول لكم تمام، بس في حاجات تانية في المسلسل كانت أولى. يعني مثلا شخصية حسن، احنا بنشوف في الموسم الثالث إن هو بقى ممثل مشهور. ليه احنا مستغلناش الخط ده وطلعنا من خلاله مواقف كوميدية؟ شخصية غازي وشخصية خالد، الشخصيتين دول احنا كلنا بنحبهم. بالنسبة لي ده أقل موسم للشخصيتين، أنا ما حسيتش بوجودهم خالص إلا في لحظات قليلة. وده يوريك مدى كسل الكتابة في الموسم الثالث، سواء من ناحية الكوميديا أو من ناحية إنك شخصيتين زي دول أنت معرفتش تستغلهم. وبرضه كنت أتمنى أشوف شخصية أم ليس، لأنها كانت شخصية لذيذة جدا وكانت من الحاجات المميزة في الموسم الثاني. وبس كده العيوب خلصت، نخش في التقييم النهائي. تقييمي للموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي هو 6.5 من 10. للأسف مش بنفس مستوى الموسمين اللي فاتوا، ومش عارف إذا كان في نية لوجود موسم رابع ولا لأ، لكن في الأول في الآخر طبعا أنا أتمنى أشوف موسم رابع. والأهم من ده كله رأيكم انتوا، اللي شاف المسلسل يكتب لي رأيه في الموسم الثالث وتحب تشوف موسم رابع ولا لأ. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشاركوا الحلقة في كل مكان واشتركوا في القناة لو أول مرة. وألف شكر على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.